السلام عليكم واهلا بيكم وفيديو خاص جدا بعيد تماما عن محتوى القناه وعن محتوى الكوره، ولكن انا بعتبره واحد من اهم الفيديوهات اللي بعملها في القناه. والفيديو ده احتفال بشخص مهم جدا وصل ل100,000 مشترك على اليوتيوب ووصل للضلع الفضي. الشخص ده ليه فضل كبير عليا انا شخصيا في القناه، ويمكن كمان يكون واحد من اهم الاسباب اللي مخليني لحد دلوقتي مستمر في اليوتيوب. يوسف الباز، المتوحد فكره او المرجع الاول لمنشئ المحتوى على اليوتيوب، كلها اسامي لشخص واحد، شخص ناجح جدا، شخص انا بعتبره نموذج وقدوه في حاجات كتير هنتكلم عنها في الفيديو ده. والحقيقه ان يوسف كلامي عليه وشهادتي فيه مجروحه، لان انا بحبه في الله جدا، والحمد لله المحبه بينا متبادله وبعتبره اخ وصديق. ولكن انا عايز اتكلم عنه من ناحيتين، اول ناحيه كمنشئ محتوى تعليمي في المجال بتاعه، وتاني ناحيه وهي الجانب الانساني ومواقفه الشخصيه معايا، لان زي ما قلت لكم بعد ربنا سبحانه وتعالى ليه فضل كبير عليا في القناه. فتعالوا بينا نتكلم بشكل بسيط ومش هطول عليكم. يوسف أثر بشكل إيجابي كبير جدا على المحتوى التعليمي وغير فيه كتير، وعشان تقدر تعمل التأثير ده والتغيير ده، وفي عتاولة وقنوات كبيرة في المجال ده، وتقدر تبني قاعدة جماهيرية كبيرة منهم كمان متابعين للقنوات دي، ده شيء مش سهل أبدا. مفيش حد مهما كان اسم كبير ما عندوش نقطة ضعف، أو يمكن حتى نقط ضعف كتير مش نقطة واحدة. يوسف بقى بذكاء وببساطة شديدة شاف نقاط الضعف اللي في المنافسين واشتغل عليها، ومش بس اشتغل عليها عادي، لكن كمان طور فيها وابتكر فيها. من عدد فيديوهات ضخمة ما شاء الله، وصل اكتر من 1400 فيديو لحد دلوقتي اتكلم فيهم في كل تفصيلة عن الربح في اليوتيوب، وازاي تقدر انك تكون منشئ محتوى ناجح، للرد على التعليقات في كل مكان وفي كل منصة، سواء القناة او بيج الفيسبوك، او كمان تخصيص موقع كامل للقناة، موقع فكرتي، واخرهم طبعا كان تخصيص رقم واتساب مخصوص للرد على الاستفسارات. وده طبعا كله بيتم بمساعدة تيم رائع معاه، مجموعة من الادمنز الممتازين جدا اللي بيساعدوه في كل المنصات وبشكل احترافي جدا على اعلى مستوى. يوسف عبارة عن حالة في اليوتيوب مش بتتكرر. متوحد، هو متوحد فعلا، متوحد في الفكرة، متوحد في الاهتمام بجمهوره، متوحد في حبه واخلاصه لشغله، متوحد في التزامه ناحية القناة وناحية الجمهور، منشئ المحتوى التعليمي الوحيد اللي بيوريك بعينيك ارباحه قد ايه، بيخليك تشوف بعينيك مش بس بيقولك بالكلام. هو في حد بيعمل كده؟ بقيت تشوف في المتوحد فكرة الاخبار والتحديثات، كل حاجة جديدة في اليوتيوب قبل حتى القنوات الكبيرة. وده ليه بقى؟ لانه مش بيرتاح، ده بينزل فيديو هو بينزل 3، ده يشتغل ساعتين هو يشتغل 6، ينزل تحديث او خبر جديد في اليوتيوب غيره ممكن يتكلم عنه بكرة، هو لا، يطلع لك النهارده بفيديو ببث مباشر يتكلم عن كل حاجة ويعرفك على طول ايه الجديد قبل اي حد. عشان كده لما بشوف تعليقات عنده فيها انتقادات من عينة انت بقيت مغرور، انت مش بترد على تعليقاتنا زي الاول، او انت بقيت بتتاخر في الرد، او اي تعليقات سلبيه، بضحك. اول رد فعل ليا كده بضحك بسخريه، اللي هو ايه اللي انت بتقوله ده؟ بتعرف على طول ان الشخص ده اصلا ممكن ما يكونش مشترك في المتوحد فكره، او حتى لو مشترك فهو مش متابعه باستمرار، ما يعرفش الراجل ده بيعمل ايه، بيبذل مجهود قد ايه، بيتعب ازاي، هو معدي كده عنده مشكله سأل السؤال وعايز اجابته في اسرع وقت وشكرا. الموضوع مش كده خالص، لازم نعرف ان المسؤوليه بتزيد والاعباء بتزيد، ولما القناه كان فيها مشترك غير 10 مشتركين غير 1000 مشترك غير 50 غير 100,000 مشترك، ومع ذلك هو مكمل على نفس النهج، على نفس الطريقه، بيحاول يرد على كل الاستفسارات وكل التعليقات بطريقه مستمره، ونفس الاسلوب اللي هو حاطه والسيستم اللي هو ماشي عليه. فالموضوع صعب وصعب جدا كمان. تعالوا بقى نتكلم عن يوسف على المستوى الشخصي. معايا ساعدني كتير جدا، انا بتابعه من اول ما قررت اعمل قناه على اليوتيوب تقريبا، على ما اتذكر كان عنده تقريبا حوالي حاجه 20,000 25,000 سبسكرايبر، حاجه زي كده. لكن طبعا شفت معظم فيديوهاته القديمه اللي كانت قبل ما اشترك. ساعدني بشكل كبير في تفعيل القناه، وكان ليه فضل كبير عليا الحقيقه في كل خطوه، من اول تحقيق الساعات للتفعيل، وانا بشكره جدا على ده. ومعنويا دايما بيساندني كمان على المستوى الشخصي. ويوسف الحته دي فيه، هو بيعمل كده من غير حتى ما تطلب منه، دايما لما بتحتاج له بتلاقيه. مش بيعمل كده معايا انا بس، اكيد مع ناس كتير جدا. وعايز اقول لكم ان انا مرت عليا فترات صعبه جدا في اليوتيوب، كنت تقريبا بفكر ان اقفل القناه، كنت خلاص كل ما احس بيأس او احباط افتكر كلام يوسف، افتكر فيديوهاته، افتكر نصايحه وتوجيهاته، كلامه معايا حتى، تشجيعه، كل ده كان بيبقى سبب رئيسي اني اتراجع عن الفكره دي. تخيلوا عظمه منشئ المحتوى التعليمي لما يوصل للمرحله دي، انه يخليك تفكر 1000 مره قبل ما تاخد خطوه ترجعك لورا. وهو من الناس اللي بيعتبر دايما جمهوره مش مجرد عدد عنده، لكن دايما بيعتبرهم عيلته الكبيره، اخواته واصحابه. فالعلاقه دي مش سهل انك تلاقيها في اي قناه، ومش سهل انك تلاقيها عند اي منشئ محتوى، لانها مش بالكلام، دي حاجه بتتحس وبتبان على الكاميرا. المتوحد فكره بقى فيها كل الكلام ده متجسد في شخص يوسف الباز. النهارده المتوحد فكره بتوصل لل100,000 مشترك، الدرع الفضي، وده كان اول هدف عند يوسف، وانا عارف ومتاكد ان دي مجرد بدايه للنجاح وللتالق اكتر ليوسف ولمتوحد فكره. ورغم ان ده حلم كل واحد فينا من منشئين المحتوى على اليوتيوب، ولكن انا الحقيقه سعيد جدا وفرحان، كأن انا اللي حققت الحلم ده بالظبط، كأن انا اللي حصلت على الدرع الفضي وتحقيق ال100,000 مشترك على اليوتيوب. مليون مبروك يا يوسف، مليون مبروك لمتوحد فكره، وان شاء الله دي مجرد بدايه للمليون وللدرع الذهبي.
وزي ما انت المرجع الاول لمنشئ محتوى على اليوتيوب عمليا بشغلك ومجهودك وفيديوهاتك، هتبقى كمان كده على المستوى الرقمي ومتوحد فكرة هتبقى اكبر قناة تعليمية في مصر والوطن العربي باذن الله. بشكركم جدا على المتابعة واتمنى الفيديو البسيط ده يكون عجبكم. سلام عليكم.